يعني ايزوتروزينوين ده شكل من اشكال فيتامين ايه، برضو عنده مشاكل خطيره جدا. يعني هو من يعني ده من افضل الحاجات اللي بتستخدم على الاطلاق، وده يعتبر يعني انت ايه من اكتر الحاجات اللي انت لو خدتها تقريبا الحبوب ممكن ما ترجعش تاني او ترجع بعد فتره طويله. يعني ده يعتبر ممكن نقول عليه حل نهائي. ما هو حلو بس مشاكله بقى كتيره جدا بقى. لازم يطلع حاجه انت فاكره يعني الدنيا حلوه كده. يعني هو بيقلل الافرازات، وطبعا شكل من اشكال الفيتامين ايه فبيقشر، فاللي بيعمل لك الاثنين بيقلل الالتهاب وبيقلل العدوى، فدي حاجه زي الفل. طب مشاكله بقى حوامل واطفال ورضع ما ينفعش. فطبعا دول هنقول ما عندهمش حبوب شباب. برضو ممكن يأثر على وظائف الكلى وظائف الكبد سوري، فممكن يعمل مشاكل في الكبد، فبالتالي ممكن برضو يعمل ارتفاع في ضغط الدم في المخ، فممكن يعمل انفجار في الاوعيه الدمويه. فطبعا هي مشاكله الرئيسيه واكتر حاجه الكبد، وظائف الكبد بتعلى على طول. زائد ان هو حوار الحوامل ده، يعني لو واحده فكرت تحمل لازم تبطل الدواء قبلها بشهرين 3. زائد ان هي لو بتعمل تقشير او بتعمل ازاله شعر بالليزر ما ينفعش، هيعمل التهابات. فهو رهيب يعني، مشاكله كتيره جدا.